السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كفتة داوود باشا. او بطريقتي انا طبعا. زي ما انتم شايفين كده انا عاملة حوالي نص كيلو من اللحمة. نصها بقري ونصها ضاني. طبعا احنا ممكن نعملها بقري خالص وممكن نعملها لحمة صافي، يعني بقري خالص، بس انا حبيت ان انا اعملها نص من ده ونص من ده. طبعا جبت بصلة دبلتها بمعلقة زبدة وهضيفها، بس ممكن ان احنا ما ندبلهاش، بس انا بحب اعملها كده. هدبلها بقى وابدا ان انا اعجن في اللحمه كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا بعمل الكفته دي بطريقتي انا. وجبت بيضه كده ضفتها علشان خاطر ازود نسبه البروتين في اللحمه. عايزه اقول لكم ان اللحمه الضاني بتنقل الكفته في حته تانية خالص. عايزه اقول لكم بيبقى طعمها تحفه جدا، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. طبعا لازم اعجنها كويس جدا علشان خاطر كله يتدخل في بعضه كده وتحس ان هي بقت عجينه واحده. هجيب بقى على البهارات، هيبقى عندنا 7 بهارات: ملح وفلفل، حبهان، رشه من جوز الطيب. ممكن ان احنا نستخدم بس الملح والفلفل فقط وما ناخدش اي حاجه تانية، بس انا بحب اضيف ال7 بهارات مع الحبهان وجوز الطيب. هعجنهم برضو كويس جدا، وانا ضفت معلقه من السبايسي اللي هو الاكياس الجاهزه، اللي هو الفيجيتار او اي نوع تحبوه. وممكن نستغنى عنه خالص مفيش مشكله، بس انا حبيت ان انا عشان خاطر تمسك الكفته كويس جدا معانا عشان نسبه الدهون اللي بتبقى موجوده فيه. هاخد بقى ان انا اصبحها او اكورها، اعملها كور. هاخد ايدي ادهنها بمسحه زيت عشان خاطر تبقى سهله معايا. وابدا بقى ان انا كده الفها كده مع بعض، اعملها كور كبيره كده حجمها كبير. وابدا ان انا احطها في اطباق. عايزه اقول لكم ان انا بخزن منها في الفريزر عادي مفيش مشكله عشان تبقى سهله معايا. زي ما انتم شايفين كده انا عملت دي، وهعمل بقى الكميه التانية وهدخلها الفريزر. وهعمل معاكم حاجه بسيطه منها من كفته داوود. اوريلكم بس الطريقه بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده انا بعملها وبدخلها الفريزر. هجيب اعمل منها جزء كده، هجيب طاسه واحط فيها معلقه من الزبده ومعاها رشه من الزيت زي ما انتم شايفين كده. وهنزل فيها معلقه من الثوم المفروم. وطبعا انا مش هلون الثوم زي ما قلت لكم، بديله بس تشويحه ان الريحه تطلع. طبعا زي ما انتم شايفين الكور كده كانت تلجت شويه، هضيف لها معلقه دقيق ان هي تتشمع بيها عشان خاطر لما انزلها في الزبده والزيت ما يجرالهاش اي حاجه او تفك مني. يا ريت بس لو وصلتوا للفيديو لغايه هنا تقدروا تعملوا لايك واشتراك. طبعا عايزه اقول لكم ان انا ما نزلتش فيديوهات من زمان. الفيديوهات دي متسجله من فتره بس ما فيش وقت ان انا اصور وانزل، او اللي هو ما فيش وقت ان انا اسجل وانزل. زي ما انتم شايفين كده ديني بقى نزلتها في قلب الزيت. وهبدا ان انا احمرها شمال ويمين. على فكره ممكن ندخل الخطوه دي ندخلها في الفرن وتاخد تشميعه ونطلعها مفيش مشكله لو احنا مش حابين نعملها كده. وطبعا هكون مجهزة بقى الصلصة وكوباية طماطم. هشيلها كده بالراحة عشان خاطر ان هي ممكن تفك مني، لان طبعا هي فيها نسبة دهون برضو. وزي ما قلت لكم ان احنا ممكن نعملها بلحمة بقري صافي، بس انا ضفت لها ضاني ولحمة بقري. عايزة اقول لكم بتنقلها في حتة تانية طعمها تحفة جدا جدا، هتعجبكم ان شاء الله. ضفت بقى الثوم كده، هديله بس ان هو يطلع ريحة، مش هلونه. وانزل بمعلقة صلصة جاهزة. وانزل بقى بكوبايه عصير طماطم. هاخد حبه ميه كمان اضيفهم كمان على عصير الطماطم. وابدا بقى اضيف البهارات. انا ضفت رشه من القرفه، وضفت بقى ملح وفلفل. وطبعا ال7 بهارات اللي انا ضفتها دي رشه قرفه ورشه حبهان و7 بهارات وفلفل اسود وطبعا الملح. وهضيف برضو مكعب مرق، وده طبعا اختياري زي ما نحب. وبعدين كده هننزل بقى الكفتة فيها علشان خاطر تكمل السوا، لان هي طبعا مش مستوية. نزل الكفتة بقى تستوي فيها كده. وبعد كده بقى اكون انا عامله المكرونه واحطها على المكرونه. عايزه اقول لكم تحفه جدا، جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. ويا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.